في راجل أول ما يقفل باب البيت يتحول لشخص تاني. بره الناس كلها بتحترمه، لكن جوه بيكسر أقرب إنسانة ليه، مراته. وده بيكون CV أسود. تخيل راجل في الشغل يقول لو سمحت وشكرا ويبتسم لكل الناس، لكن أول ما يدخل البيت يقول لمراته الأكل لسه ما خلصش، انت ما بتفهميش، اسكتي مالكيش دعوة، قدام اولاده وقدام اهله. يحرجها في اي وقت ويكسر خاطرها، وهو فاكر ان الرجوله صوت عالي. لكن الحقيقه الرجوله مش انك تخوف زوجتك، الرجوله انك تخليها تحس بالامان. النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لاهله، وقال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. اسال نفسك اخر مره شكرتها امتى؟ اخر مره مدحتها قدام اولادها كانت امتى؟ اخر مره اعتذرت لها لما غلطت كانت امتى؟ احترام الزوجه مش ضعف ولا تقليل من هيبة الراجل، دي أخلاق وده دين، وده سبب إن بيتك يعيش في حب ورحمة. السيفي الأبيض مش إن الناس تقول عنك راجل محترم، السيفي الأبيض الحقيقي إن زوجتك بعد سنين من العشرة تقدر تقول قدام الناس كلها كان أكرم الناس معايا. عامل زوجتك بالاحترام، لأن الكلمة الطيبة داخل البيت ممكن تبني أسرة، والكلمة الجارحة ممكن تهدمها.